تخيل تكون في واحد من أضخم السفن السياحية في العالم، موسيقى، الضحك والنشاط، الماكلة، والناس عايشين العطلة ديالهم ديال العمر. ولكن في واحد الثواني قليلة كل شيء غادي يتبدل وكل شيء غادي يتحول لكابوس. سفينة كوستا كونكورديا كانت كتعوم في واحد السواحل الإيطالية، وكان فيها أكثر من 4000 شخص. ولكن في ذاك الليلة القبطان اللي سميتو فرانسيسكو تشيتينو قرر يدير واحد المناورة قريبة بزاف من جزيرة غيغلو. الهدف منها كان كيتسمى بديك السالوت، يعني تحية للجزيرة. ما كانش في البروغرام وما تشاور مع حتى شي واحد، غير مشى قرب حدا ديك الجزيرة باش يقول لهم السلام والله يعاون. والناس اللي في الباطو يشوفوا الناس اللي كاينين في الجزيره يقولوا لهم حتى هما السلام، ومنها يستمتعوا بداك المنظر القريب ديال الساحل. ولكن هاد لا كوستا كونكورديا ما كانتش غير باطو صغير، ولكن كانت واحد السفينه عملاقه، واي خطا بسيط في المسار ممكن يكون عنده عواقب خطيره. وهذا الشيء فكرهم في التايتانيك. السفينه بدات كتقرب كتر وكتر من الصخور، وهنا وقعت الكارثه. واحد الصوت تماما اللي وقع في التيتانيك، كلشي تخلع ديك الساعه وقالوا شو واقع. السفينه تضربات بالصخور تحت الماء. في الاول بزاف ديال الركاب ما فهموش شنو كاين، ولكن هذا القبطان الله يرضي عليه قال لهم شوفوا ما تخافوا من حتى شي حاجه، راه غير عطب تقني وحنا غادي نقادو، غير جاو احتفلوا مع راسكم. داكشي اللي كاين، الناس احتفلوا مع راسهم، كياكلوا كيضحكوا كيف ما قلت لكم. للاسف الماء بدا كيدخل السفينه، تما الناس بداو كيتجمعوا كيقولوا باللي هادشي كتار من عطب تقني. كاين اللي بدا كيبكي، كاين اللي يحاول يفهم شنو خاصو يدير، كاين اللي يحاول يهرب. ولكن في وسط هاد الفوضى كاملين كان واحد الشخص اللي خاصو يكون هادئ، هو القبطان اللي المفروض يكون هو اخر واحد يخرج من السفينه. ولكن هاد المره ماشي بحال تيتانيك، هاد المره غتوقع حاجه مبدله. من بعد ما تفضوا في السفينه عرفوا الناس باللي خاصهم يعلقوا وخاصهم يمشيو لقوارب النجاه وينقذوا حياتهم. وفوق الناس اللي محاربين بحال هكا قبطان شيتينو غادر السفينه. كيف ما قلت لكم غادر السفينه وخلى الناس واحلين فيها. نورمالمون هو الكبير، هو الاورغانيزاتور تما، ولكن هرب وخلاهم. خفر السواحل الايطاليه ما كانوش متيقين باللي هادشي كيوقع. في وحده من اشهر التسجيلات المرتبطه بهذا الحادث تلقى هذا القبطان او الكابيتان واحد الامر واضح، رجع للسفينه. ولكن القبطان ما رجع. شنو دار؟ شد واحد القارب النجاة اللي خداه بوحده لانه عارف كيفاش يدير، ومشى عام حتى وصل للساحل. وفي النهايه كوستا كورديا تسببت في وفاه 32 شخص. السفينه بقات مايله قرب الجزيره ديال غيغلو لمده عامين، وصبحت واحده من اشهر الكوارث السفن السياحيه. اما تيتينيو فتحاكم بسبب دوره في الكارثه، وفي النهايه تحكم عليه ب16 عام ديال الحبس. ولكن هو ما تسوقش، قال اللهم يحكموا عليا ومشي للحبس او نموت في البحر. ولكن السؤال يطرح نفسه اللي طرحوه بزاف ديال الناس، كيفاش القبطان اللي كان مسؤول على آلاف ديال الارواح قدر يخرج بالروح ديالو ويخلي الناس واحلين في جزيره كيعوموا مساكن ما عارفين ما يديروا، وكانوا مساكن جايين غير يفوجوا على راسهم، يصدقوا كيكافحوا غير باش ينجاو بحياتهم.